هنجرب النهارده المطعم اللي بيقول ان هو بيعمل اجمد كريسب رول في بورسعيد كلها، الرول اللي كل الناس جربته وشكروا فيه جدا بطريقه فظيعه. فحقيقي اتحمست جدا للتجربه، يلا بينا نبدا تجربتنا سوا النهارده ونشوف هل فعلا هيستاهل التجربه ولا لا. يلا زلطايه من البارتيشن المميزه جدا في بورسعيد لمجموعه شباب بورسعيديه جامدين جدا متخصصين في الكريسبي رول والراب رول بجانب سندوتشات الفراخ وسندوتشات البيف، كمان بيعملوا سماش برجر. النهارده تجربتنا هتكون من عند زلطايه، وطلبت الاوردر من عندهم والاوردر ما اخدش وقت كبير، اقل من تلت ساعه والاوردر بتاعي كان جاهز. وصل الاوردر ومستعدين نبدا تجربه زلطايه، وخصوصا تجربه الكريسبي رول اللي انا متحمسه ليه جدا. الكريسبي رول اللي طلبته اسمه تشيكن رول، ده اكتر كريسبي، هو بيست سيلينج عندهم. وهنا بقى كان التكنيك يا جماعه، بصوا الكريسبي رول شكله عامل ازاي، خطير، شكله يجنن والقرمشه فظيعه. هنا بقى يا جماعه ليه تكنيك، قبل ما تاكلوا تقسمهم بالنص وبيتحدوني على اطول مطه، بيقولوا لي المطه دي مش هتلاقيها غير عند زلطايه بس يا روني. بصوا يا جماعه المطه، بصوا المطه ايه، الجبنه الموتزاريلا اللي هم مستخدمينها دي، المطه ما بتنتهيش، لا ده الجبنه ما شاء الله، هم فعلا كان عندهم حق، دي اطول مطه جبنه موتزاريلا انا شفت. بصوا الحشو عامل ازاي يا جماعه، الحشو مغري جدا. ويلا نقول بسم الله جماعه، بجد الرول طعمه تحفه والقرمشه خطيره قوي، واحلى حاجه فيه انه ما فيهوش ولا نقطه زيت، بجد خفيف بطريقه فظيعه. ممكن كمان تجرب التشيلي صوص اللي بيجي معاه، طعم السبايسي مع الكريسب بجد خطير تحفه. قررنا برضو نجرب البطاطس من عندهم. الطبق ده اسمه بطاطس زلطايه يا جماعه، عباره عن بطاطس وعليها صوص جبنه وفراخ ستريبس. الفراخ الستريبس اللي مستخدمها فراخ نظيفه جدا وطعمها حلو قوي. اما البطاطس بقى انا اتفاجئت ان هي مش شاربه زيت خالص وغرقانه في التوابل، واحلى حاجه ان البطاطس ماسكه نفسها مش معجنه من كتر الصوصات، لان هم مش مغرقين الطبق صوصات كتيره. فالبطاطس كانت حلوه قوي وخفيفه جدا وما فيهاش برده ولا نقطه زيت، بجد عجبتني جدا. قررت برده ان انا اجرب الساندوتشات من عندهم، واخترت ساندوتش اسمه بيج زلطايه تشيكن. التشيكن دي ممكن تختارها سنجل او دبل، انا اخترته سنجل. ده شكل الساندوتش، بيجي بعيش بريوش، دي قطعه الفراخ قطعه محترمه عليها شريحه تركي. بصوا العيش البريوش طري يا جماعه، طريقه فظيعه وطازه وشكله يجنن. اصعب مرحله هاكل ازاي، بصوا يا جماعه انا مبهوره بالعيش، العيش طري بطريقه مش طبيعيه، وطعم الفراخ مع الجبنه الموتزاريلا اللي مستخدمينها تحفه. واحلى حاجه بقى ان هم مش مغرقين الساندوتش الصوصات كتير، فانت بتاكل طعم الفراخ مع العيش طري. فبجد الساندوتش كان طعمه خطير، وكمان الحشو كان مليان قوي في الساندوتش. تجربه الساندوتشات من عند زلطايه تجربه مميزه حقيقي، تستاهل انكم تجربوها، بجد هتتبسطوا جدا. وبعد ما خلصنا تجربه كان لازم نخرج بكام مشبره من الفيكو، كتف وقتها كانت مشبره وخطيره جامده. دي كانت تجربتنا النهارده من زلطايه، هستناكم انتوا كمان تجربوا زلطايه في الجراج وتقولوا رايكم في الكومنتس. باي، بون ابيتي روني.